السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح الياسمين على كل حبايبي الحلوين اللي مشتركين واللي مش مشترك معانا يشترك. صباحكم فل، صباحكم نادي، صباحكم زي العسل. تعالوا بقى النهاردة نصلي على النبي ونزيد النبي صلاة ونوحد الله من قلبنا وندخل على الفيديو النهاردة. فيديو جميل جدا وهادف جدا جدا، بس حابين نتكلم فيه عن مشكلة أخت محترمة عزيزة يعني. احنا قلنا ان احنا هنحل مشكلة اي حد فينا، مشكلتي مشكلتك مشكلتك، اي حد هنحلها في فيديوهات مختصرة خالص، اللي هي احنا بس يعني فان ذاتي وناسي واخواتي وحبايبي اللي هم مشتركين عندي طبعا. بشكركم من كل قلبي على التفاعل على الفيديو اللي فات، وبحبكم من كل قلبي والله، ويعلم ربنا اني في الله بحبكم بجد بجد يعني. انتوا ناس محترمة جدا، مفيش مصالح، حب لله في لله. يعني يقال في العرف بتاعنا كمصريين حب اخوي من غير اي مصلحة. طيب خشي في الموضوع يا نانا. الفيديو اللي فات شجع ناس كتير جدا جدا، ودخلوا اتكلموا معايا على الخاص، وناس تواصلت معانا على الواتساب. تمام. و بداية يعني هي بداية مبشرة جدا الحمد لله، وانا ما كنتش متخيلة ان هيبقى فيه تفاعل حتى بمشاهدة واحدة او كومنت واحد، لكن بصراحة انتوا فرحتوني وبسطتوني وربنا يخليكم ليا. وطبعا القناة كانت فترة طويلة ما اشتغلتش. طب انتي رجعتي اشتغلتي عليها ليه يا نانا؟ والله يا جماعة عايزة اقول لكم ان هو المفروض ان انا طالما فاتحة قناة يبقى اطلع اشتغل عليها، بس انا الفترة اللي فاتت دي كنت مقصرة غصب عني يعني لظروف مية، شوية ظروف كده وشوية مشاكل كنت بمر بيها يعني، وما زلت والله، بس انا حابة ان انا اطلع من اللي انا فيه شوية. طيب تعالوا ندخل في اول مشكلة اتطرحت علينا عشان نتكلم فيها على القناة. هي ايه يا نانا المشكلة؟ هي مشكلة اخت محترمة يعني. طبعا هي بتقول مشكلتها مع سلفتها ومع حماتها. طيب ايه سبب المشكلة وايه حماتك دخلها في الموضوع والكلام ده كله؟ عندها سلفتها يا جماعة بتقول يعني ان سلفتها هما 2 سلايف في البيت. ف بصراحة المشكلة العادية اللي احنا كلنا بنقابلها في حياتنا، يعني الغيرة، غيرة الستات من بعض. وانتي حماتك بتحبك اكتر مني، لا ده جوزك بيحبك اكتر مني، لا ده انتي واخده وضعك في البيت اكتر، ده انتي مرات الكبير، ولا ده انتي احلى، انا مرات الصغير، انا الاحلى، انا كده كده فاهمين اللي هو طبعا. وفي برضو تفرقة عنصرية بين الاتنين من ناحية الحما. يعني مثلا احنا بنقول ان لازم يبقى فيه مساواة في الحياة اللي احنا عايشينها يعني. هي ممكن نقول مثلا لو السلفة الجديدة حماتها بتميزها شوية عن السلفة اللي هي الزوجة زوجة ابنها. يعني ايه سلايف يا جماعة؟ بس اوضح علشان ممكن في ناس مش فاهمة يعني ايه سلايف. سلايف يعني مثلا انا متجوزة واحد اللي هو الكبير، وعنده اخوه الوسطاني الصغير كده، يعني هم اخين متجوزين 2 جوز ستات. ففي واحدة مرات الكبير اللي هي بتشتكي دلوقتي، ومراته الصغير اللي هي هم اخين 2. فهم في بيت عيلة. فحماتها اه أو، انا اصلا يعني فهمت الموضوع اكتر، لان انا طول الليل عمالة يعني عايزه اقول لكم ان انا قريت الموضوع كذا مره، وان هي بردك علشان اخت محترمه يعني يعني تخفف عليا شويه بعتت لي ريكورد بصوتها. فالمفروض يا جماعه ان احنا مثلا سلفتين 2 في البيت، وانا مرات الكبير مثلا، وانا اللي معاكي من بدري وشايله البيت وشايله كل حاجه واوريدي شايلاكي، وده
لازم 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 ان انتي تعملي كده، وده واجب عليكي مش امر، ده واجب ان انتي تعملي كده، لان دي حماتك، زي امك. يعني الواحده فينا بتعمل لامها عادي لما تعمل لحماتها، يعني مفيهاش اي مشكله. انا شايفه ان هو موضوع عادي جدا ومفيهوش اي حاجه. فبالنسبة بقى لما الجديدة دي دخلت، طبعا اتجوزت، وكانت مرات الأخ الكبير كانت بتعاملها كويس جدا ومعاملة جميلة، ودايما هما في حتة ان هما بينزلوا في نفس البيت وبيعملوا الأكل مع بعض والشرب مع بعض والعيشة يعتبر مع بعض يعني. فطبعا هي كانت عروسة جديدة، اللي هي الصغيرة كانت عروسة جديدة، فكانت مرات الكبير شايلة البيت كله. فكانت دايما حماتها حاطه الحمل عليها، اللي هي لا اطلعي، ما تخليهاش النهارده تنزل، المفروض عدت شهر. لا ما تخليهاش تنزل، لا خليها، دي لسه عيله، دي لسه صغيره، دي كده، فاهمين؟ اللي هي حابه ان هي يعني تفرح ابنها، او تريح مراته، عشان في شهر العسل مثلا يعني. خلص شهر العسل خلاص، المفروض ان هي تنزل طبعا وتساعد مرات الاخ الكبيره. طيب لما بدأت ان هي تنزل طبعا، بدأت برضو تتدلع، ما تعملش حاجة في البيت، كل حاجة برضك تقول لها انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش. فبالتالي حماتها كانت معاها وفي صفها دايما، عشان هي كانت مرات الصغير يعتبر بيقولوا يعني هو مدلل شوية عند امه. فهم على فكرة الولاد كلهم بتبقى غلاوة واحدة يا جماعة، بس هي بتبقى بس يعني ايه، ممكن يكون الصغير بيريحك في الكلام شوية عن الكبير، وممكن يكون الكبير هو اللي شايلك ومريحك وكل حاجة. هي بس مش بتبقى حب زيادة ولا حاجة، لا بالعكس خالص. هي بس عايزة اوضح لك برضو نقطة، علشان انتي ممكن يعني انتي عشان انتي زعلانة تفهميها كده، لا هي على فكرة بتحب جوزك زي ما بتحب ابنها الصغير. بس هي بتبقى حتة طبعا ان بتبقى في ولد مريحني شويه في الكلام، والتاني بيناكف معايا، وولد حنين، والتاني يعني ممكن يكون قاسي سيكه بسيطه كده. فاحنا بنتكلم على النقطه بس بتاعت اللي هي بتحبه اكتر من جوزك. لا هي مفيش ام بتحب حد اكتر من حد، الا في اوقات كده، وفي حالات برضو انا هتكلم عنها قريب برضو، لان في مشكله تانية برضو جات لي في الموضوع ده، بس عكس دي خالص. المهم انا عايزه اقولك انا رايي انا، ان انتي حماتك متحامله عليكي دايما، جايه عليكي دايما، علشان انتي شايفاك ان انتي قويه، وان انتي مرات الكبير، وان انتي ست يعني شايله مسؤوليه، وبتشيلي الحمل معاها وكل حاجه. وخلي بالك لو فكرتي ان انتي تسيبي البيت زي ما انتي ما قلتي، ده مش حل. ولو هم اخواتي اللي معايا في القناه دلوقتي شايفيني وبيتابعوني وبيشاهدوني، يقدروا يقولوا لها برضو يا جماعة، هو انتوا شايفين ان ده حل؟ انا شايفة ان هو مش حل خالص. يعني انتي هي مش بتخليها تشتغل معاكي، او مش بتخليها ممكن يعني هي شايفة ان هي مش هتعرف تعمل حاجة زي ما انتي هتعملي. ممكن تكون شايفة الست ان انتي افضل، مش عارفة توضح لك، مش عارفة تبين لك. برضو دي غلطة. انا من مكاني ده والله بنصح كل حما، اللي هي كل ام، المفروض ان هي يقال الاسم بتاعها ام مش حما. لان انتي لو قدرتي ان حماتك دي امك، مش هتحطي كلمة حما، او كلمة مثلا ام جوزي ولا الكلام ده كله، لا دي امك. تمام. فاحنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم وبنقول ان المفروض تساوي في المعاملة بين مرات الكبير ومرات الصغير. انت دلوقتي عملتي تفرقة عنصرية، حتى فيما بعد هيبقى في غباء بينهم وبين بعض، هيبقى شايلين من بعض، هيبقوا مش حابين دايما مرات الصغير تقول لها ان انا احلى منك، وان انا اصغر منك، وان انا واخده بالي من نفسي اكتر منك. طيب ما انت مثلا لو انت لسه عروسه جديده واخده بالك من نفسك، لسه انت لسه في بدايه حياتك، هتتجوزي، قصدي هتخلفي، طبعا اوريدي انت متجوزه، هتخلفي وهتتخني او هتقلبظي
او ممكن تخسي وتبقي معضمه بقى، وممكن شكلك يتغير خالص. هرمونات الحمل والولاده والرضاعه والكلام ده كله بتغير كل حاجه في الستات، وطبعا احنا كلنا مجربين. تمام. فانت ممكن برضك ان انت تتغيري مع الزمن، يعني انت ما ضمنتيش نفسك للنهارده او ما ضمنتيش نفسك لبكره. فاحنا اللي بنتكلم فيه وبنقول ان احنا مش ضامنين نفسنا كمان 5 دقايق. فحاولي ان انت برضو لو انت ما شلتيش المسؤولية من دلوقتي ومثلا مرات اخو جوزك دي سابت لك الشغل وسابت لك كل حاجه في البيت وشايلتك انت المسؤوليه، انت مش هتقدري عليها. لان انت زي ما انا سمعت او زي ما انا عرفت دلوقتي يعني من الحوار اللي انا سمعته، ان انت مدلله ومدلعه حتى في بيت اهلك مدلعه. فيا جماعه الفيديو ده المشكله دي لازم ليها حل طبعا. بس انا رايي، انا هقول لكم رايي وانتوا برضو اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، ويا ريت تفيدوني بالله عليكم، علشان هي منتظره تشوف حل او تسمع كومنتات كتير منكم تشوفها كده وتقراها وتشوف رايكم زي رايي ولا ايه. انا عن نفسي بقولك، طبعا مش هذكر اسماء ولا اماكن، ودي مشكله تانية، ولا اماكن ولا اي حاجه خالص. تمام. بصي هقولك على كلمتين. انتي بتعملي دلوقتي علشان خاطر ربنا، علشان خاطر انتي اتربيتي على مبدأ معين ان الحما هي الام، وان انتي طبعا ما اتكلمتيش معاها كلمة تزعلها بعد اللي هي برضو بتعمله معاكي، وان انتي كويسة وشايفة ان انتي كويسة وبتعاملي ربنا. كملي للاخر وصدقيني ربنا هيجازيكي خير كبير جدا، وهيقعد لك وهتشوفيه في ولادك. خلي بالك والله هتشوفيه، وهتجربي كل ده فيما بعد قدام. فاللي انا بطلبه منك ان انتي تحاولي تتخطي المرحلة دي وتخوضي التجربة. وخليكي هي لو مثلا حماتك شايفة ان انتي شايله المسؤوليه وشايله الحمل وشايله والمفروض ان انتي تبقي كده وهي تبقى متدلعه، طب خلاص خليكي مكمله واعملي اللي عليكي، وده واجب عليكي ان انتي تعمليه وسيبيها. هيجيلها وقت حماتك وربنا هيهديها وينور بصيرتها، وهتشوف ان اللي هي بتعمله ده غلط كبير. حاولي تخلي مثلا جوزك يقعد مع مامته في وقت تجلي كده، في لحظة تجلي، ويتكلم معاها بالراحة وبالعقل وبهدوء. وطبعا الولد لما بيقعد مع امه او البنت بتقعد مع امها وبيتكلموا حتى لو في مشكلة تخصهم بيحلوها بالراحة وبالعقل، عكس ما هو ممكن يدخل يتكلم معاها بعصبية الموضوع يكبر. ما تعرفيش انتي نفسك، يبقى انتي شكلك وحش معاها، انتي رايحه شكياله وانتي والموضوع يكبر اكتر. فانا رايي ان انتي تخلي جوزك يتكلم بالراحه جدا مع امه، وياخد رايها في الوضع اللي انتي فيه دلوقتي، ويقول لها ان انتي مثلا لازم يا امي مثلا زي مراتي زي مرات اخويا، هما الاخوات، وخليهم كويسين مع بعض وانتي اللي تجمعي بينهم بالخير. انا شايفه كده. ولو انا مش شايفه حاجه اللي انا قايلاه ده صح يا جماعه، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي برضو. يعني انا ممكن اكون انا عادي عشان بعيد عن الموضوع مثلا مش عارفه اتكلم عن المشكله صح، بس انا عايزه اقول لكم بصراحه والله هي مشكله كبيره والناس كلها واقعه فيها، ومش انتي لوحدك صدقيني. يعني ممكن نكون معظمنا خد التجربه دي، بس عاوزه اقولك برضو ان انتي لازم تكوني متماسكه وقويه كده وتستني بقى. انا ده رايي، ورأي بقى متابعيني واخواتي طبعا هيحلوه ويتكلموا معانا ويكتبوا لنا في الكومنتات، وهي هتشوف يعني معظم الكومنتات فيها ايه ورأيكم ايه، ويا رب تفيدونا في المشكلة دي بحل اكيد بالله عليكم، علشان هي منتظرة كومنتاتكم. ويا رب ما يبقى فيه مشاكل لأي واحدة فيكم بإذن الله، ويجعل أيامكم كلها حلوة وفرح وهنا ومنى وابتسام وكل حاجة. واستنى بقى منكم ان شاء الله حاجات كتير وكلام كتير
واللي عندها اي حاجة مزعلاها او مضايقاها يا ريت نحلها مع بعض ونتكلم مع بعض اكتر، وكل واحدة فينا قلبها يتفتح للتانية. وطبعا يا رب بخير كده، ما يبقاش فيه ولا اخت ولا اخ من متابعيني او من اي حد في الدنيا عنده مشكلة مزعلاه او مضايقاه. ويا رب يفك كربي يا رب وكربكم جميعا، امين ان شاء الله. فهشوفكم بقى في فيديو جديد، والفيديو اللي جاي جامد جدا 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 جدا، مشكلة اكبر من كده بكتير. هي المشكلة دي كبيرة برضو مش صغيرة، وممكن تعمل حاجات اتباع ليها مش كويسة، بس احنا نقدر نقول لازم تتخطي الصعب وتبقي جامدة وقوية وكويسة وطيبة وحنونة كده لحد الاخر، زي ما انتي حماتك او امك متعودة منك على كده. ويا رب اشوفكم في فيديوهات جايه جديده ان شاء الله. زي ما اتفقنا، اي مشكله سايبه انا رقم واتساب للتواصل، رسائل او ريكوردات بس، مكالمات لا. رسائل ريكوردات بس، مكالمات لا. لحل مشاكلنا بينا وبين بعض. ويا رب القناه دي والكلام اللي احنا عملناه فيها الجديد ده يكون عاجبكم ونال رضاكم. واشوفكم في فيديوهات كتير ان شاء الله جايه. اقول لكم سلام ورحمه الله وبركاته.